ايه يا ابني مش انت جوز اختي؟ فيها ايه يعني؟ ما تيجي تقعد معايا، العياده فاضيه. ندى قالت لك ان هي جايه لي؟ لا بس هي ما كلمتنيش ولا قالت لي ان هي جايه. اكيد مش هتيجي. بقول لك مش هتيجي، ما تخافش. تعالى بقى عشان انا عاوزه اتكلم معاك في موضوع مهم بخصوص يعني حاجه ليا كده. انجز بقى يا عادل، بجد حابه ان انا اتكلم معاك قوي. وبعدين بقى مش هنعمل الحاجه اللي احنا اتفقنا عليها؟ ايوه اكيد لازم نعمل كده. لا ندى مش لازم تعرف اي حاجه. ماشي، لا سرك كبير ما تقلقش. انجز بقى انا مستنياك اهو. باي باي، مع السلامه. دينا عامله ايه؟ الحمد لله يا عادل، انت اخبارك ايه؟ تمام كويس. عملت ايه في اللي انا قلت لك عليه؟ ظبطت كل حاجه. مش ناقص بس غير موافقتك انت. بقول لك ايه، لو انا قعدت هنا مفيش اي مشكله؟ لا لا خالص، انت جوز اختي والعماره كلها عارفه كده، ومفيش حالات النهارده. يا دينا تعالى نقعد شويه قبل ما اقعد يا دينا، عشان خاطر بس الدكتور ما يجيش ويفهم غلط. الدكتور مش جاي، وبعدين حتى لو جه ما هو هيعرف ان انت جوز اختي، فاكيد مش هيفهمنا غلط. يلا تعالى انا نقعد. قلقان يا دينا بالله عليك. ما تقلقش بقى يا عادل، صدقني انا مظبطه كل حاجه. طب بصي انا همشي وخلاص عشان خاطر ما يحصلش مشاكل. تمشي ايه يا ابني؟ عايزين نتفق مع بعض هنعمل ايه. طيب تعالي طمنيني يا دينا بقى، عملت ايه في اللي انا قلت لك عليه؟ ما تقلقش، انا ظبطت كل حاجه مع الراجل وكلمته اهو يا سيدي، وقال لي كل حاجه هتبقى جاهزه بكره العصر. يا لهوي ايه الحاجه الجامده دي؟ ده شكلها جميله تحفه بجد يعني. بس بالله عليك ايه، اوعى مراتي تعرف الموضوع ده. ما تقلقش عيب عليك. انت عارفه اختك لو عرفت عايزين ايه تبقى الحاجه كده ايه في الديره بيني وبينك. ماشي عيب عليك، انت عمرك يعني قلت لي على حاجه وانا ما عملتهاش؟ بس ايدك بقى على الفلوس، ما انا حطيت فلوس من معايا. انت عايزه الفلوس؟ لازم كل حاجه بفلوس كده؟ هعمل ايه طيب؟ اصل انا جوز اختك يعني المفروض يكون في واجب. ماشي، ما انا عامله لك واجب اهو، مكلمه الناس والناس عاملين لي واجب حلو. عادل كويس ان انت نايم. انا لازم اعرف انت ازاي تخوني مع اختي. ما انا اروح العياده الاقيها بكلمك يا عادل. لا وكمان بتقوله نتفق على ايه يا عادل؟ لازم اعرف، اكيد مكلمها على الواتساب او اي حاجه. مفيش محادثات. ما كل كلامهم على التليفون، عشان انا ابقى المغفله اللي ما تعرفش اي حاجه ومخدوعه في اختها وجوزها. اخسى عليك يا عادل، اخسى عليك. كل ده يطلع منك؟ انا لازم اجيب حقي منكم، ولازم اراقبكم اليومين دول لحد ما امسك الدليل. يا انا يا انت. ايوه يا بنتي، بقول لك ايه بالله عليكي، اختك ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، علشان لو عرفت الموضوع كله هيبوظ. هيبوظ ماشي يا عادل، دي اخرتها. وانا مش عايزها تعرف اي حاجه عن الموضوع ده، علشان خاطر بس ايه يمشي لحد ما يجي يومه، وانا كده كده لازم اعرفها. اول ما يجي يومه ان شاء الله هي كده كده هتعرف. خلاص المهم بس اهم حاجه ان انت اوعي تغلطي وتقولي لها اي كلمه. خلاص ماشي، على اتفاقنا بقى. ماشي يا دينا، انا هقفل دلوقتي، سلام. عدالي في العياده؟ في ايه يا ندى؟ في ايه؟ فين انت قلت الادب وما تربيتيش؟ انا مش فاهمه ايه اللي حصل. اللي حصل انت كل شويه تجيبي لي واحد شك، واخر ما تمت تكلمي جوزي وتخونيني. انا بخونك مع جوزك؟ ايوه بتخونيني مع جوزي، اصل انت اصلا سافله. انت تشك فيا الشك ده يا ندى؟ انا مش هرد عليك، عشان انت اصلا من النهارده ولا اختي ولا اعرفك. انا مش عايزه اعرفك تاني اساسا. انت ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ اللي خلاني اقول كده سمعتك يا قطه وانت بتكلميه، وسمعته برضك وهو بيكلمك. طيب ماشي، انا بقى هرنلك على جوزك اللي انت فاكره ان انا بكلمه حب فيه، وتشوفي بنفسك. بس من بعد المكالمه دي انا مش عايزه اشوف وشك تاني. احسن برضه. الو. ايوه. ايه يا عادل؟ ايه يا دينا؟ بقولك انا خلصت اللي انا قلت لك عليه. يعني الكافيه كله تمام دلوقتي، والبلالين اتعلقت، وجبت الهديه اللي انا اتفقت معاك عليها؟ حصل.
اهم حاجه يا دينا بالله عليكي، انا عايز المفاجاه تكون حلوه عشان خاطر انت عارفه انا قد ايه بحب ندى. ما تقلقش يا عادل، انا مظبطه كل حاجه ومكلمه الناس ان هم هيظبطوا كل حاجه. بجد يا دينا مش عارف اقول لك ايه، وان شاء الله اتعاملك كده بفرحك وعقبالك. ومعلش والله العظيم انا جيت عليكي في الفلوس، بس هي ظروفي كانت وحشه اليومين دول. لا عادي ولا يهمك يا عادل، ده اختي وانا كمان بعمل لها زي ما انت ما بتعمل لها بالظبط. وعموما ربنا علشان يخليكم. خاطر تبقى مفاجاه حلوه. لا ما تقلقش، انا مش هقول لها حاجه، بس اقول لك على حاجه بقى، انا هبعت لك رقم الراجل وانت تعامل معاه عشان انا مش هعرف اكلمه تاني. لا لا لا، ليه مش هتعرفي تكلميه ليه؟ مش هعرف اكلمه عشان مراتك بتشك فيا ومفكره ان انا وانت بنحب بعض وان انا بلف عليك، وهي والله يعني انا مراتي عرفت كل ده؟ عرفت كل ده وهي معايا انت كده دلوقتي. عادل لو سمحت اقفل ولما اجي افهمك كل حاجه. ايه اللي انت عملتيه ده يا عبله؟ عادل اقفل بقى، اقفل دلوقتي. طب استني بس يا دينا، اسمعي بس. هاتي موبايلي. طب علشان خاطري ده اسمعيني. مكان شغلي. طب بس هقول لك بس حاجه، هقول لك على حاجه. ما تقوليش. حطي نفسك مكاني، حطي نفسك مكاني، انا كنت اعمل ايه؟ انا سمعت وانتوا تقولوا لي نتقابل وما تعرفش ندى، يعني ما كانش بمزاجي. تشك فيا الشك ده؟ انا عارفه ان انا غلطانه. لا وجايه تقولي لي كل شويه تجيبي لي واحد للعياده، من امتى وانا بجيب وحايد؟ هي دي اللي انا حسبتها كده، كفايه اللي انا بقولك انا غلطانه. وانت يعني بتقولي لي الكلام دوت عشان خاطر انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ فاكره ان انا ممكن حتى لو ما اتجوزتش ابص لجوزك، لجوز اختي اللي هو يعتبر اخويا؟ انا مش ما اتجوزتش عشان حاجه، انا بعمل كل ده عشانك انت وعشان انت تعيشي مبسوطه. بعد اذنك يا ندى امشي. طب حقك عليا، علشان خاطري انا مستعده اعمل اي حاجه عشان بس اساعدك وارضيكي. طب حقك عليا، انا اسفه. سيبيني وامشي. طب انا اسفه، حقك عليا. انا اللي زلت نفسي الزل ده. لا والله، لا والله حقك عليا، انا ما كنتش اقصد، صدقيني انا ما كنتش اقصد، كان من غصب عني. خلاص حقك عليا، انا اسفه يا دين، عمري في حياتي ما هسامح نفسي على الغلطه دي. وطبعا كل ده كان تمثيل، ولو عجبكم الفيلم لايك وكومنت حلو شبهكم كده. ودينا اختي وصاحبتي، واحنا بس كنا بنقدم رساله ان مش كل حاجه نفهمها غلط وكل حاجه نشك فيها في الاخر طلعت مظلومه ومتحش فيها اي حاجه من الكلام ده. وبعدين مهما حصل اكيد اختك عمرها ما هتبص لجوزك ايا كان هو ايه، عشان يعتبر هو زي اخوها. فدي رساله بنوصلها ان انتي ما تحاوليش ان انتي توصلي لدماغك الفكره الوحشه دي. واخونا عادل ورانا. يلا يا ولا كلمه بعد اللي هم قالوه. اهم حاجه ما تنسوش تشجعونا، ارجو ان انتوا تفهموا الفكره صح.